باش تصدقوا معايا حكيم زياش اشنو دار مع هذا الطفل هذا اللي غادي تشاهدوا امامكم على الشاشه. هذا الوليد هذا مسكين واللي القضيه ديالو هزت الراي العام المغربي، ولكن اشنو قالت خديجه الزغراته بخصوص التوقعات ديالها الغريبه واللي كتقول بان عوده المايسترو حكيم زياش. اكيد متتبعينا الكرام، ولكن كما كتشاهدوا معايا شوفوا الانسانيه. علاش كنقول لكم بان قبل ما نتكلموا على واحد لاعب كره قدم او قبل ما نتكلموا على واحد لاعب كان سابقا في المنتخب واللي دابا من السابع المستحيل مثلا غنقولوا بان يرجع المنتخب، ولكن كنتكلموا متتبعين الكرام اكيد ما كنتكلموا اليوم على واحد الولد واللي من طبيعه الحال واحد الولد اللي هو مازال صغير مسكين واللي القصه ديالو حزينه كما كتشاهدوا معايا ديك الصوره امامكم على الشاشه. هذا الوليد هذا مسكين نواحي وجده، وسامعوا معايا الاخوان فعل مع حكيم زياش كيقولوا بان اكيد غادي يتبع الحاله ديال هذا الطفل واللي هو جميل. علاش البارطاج كيدير واحد، علاش البارطاج؟ لان كتكون كيوصل الرساله كما شفتوا دابا معايا الاخوان والاخوات في هذه الصوره ديال هذا الوليد مسكين اللي امامكم على الشاشه. هذا الوليد هذا اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الوليد مسكين رغم الاعاقه، رغم لان اكيد وبجوج ديال العكاكز مسكين وكيلعب كره. تخيلوا معايا احساس غريب. ولكن هنا حتى الوليدات مساكن اللي تما كنحييهم. علاش كنحيي هاد الوليدات؟ سبحان الله العظيم كنحيي هاد الوليدات لانهم ما هانوش هاد الطفل وما قالوش لهذا الوليد لا ان انت باش غادي تلعب سير حيد واش انت ما عندكش رجليك وغادي تلعب وطيحوا منه. بالعكس كنشوف بانهم كيلعبوا معاه وكيازروه. شوف هاد الوليدات هادو حاسين بهاد الوليد، متتبعين الكرام حاسين بهاد الوليد هذا. واكيد للاسف شيء اللي هو محزن. ولكن هاد الصوره هذه هاد الدريري هذا شنو داير المايسترو حكيم زياش على الشعر ديال يعني داير التوني ديالو ولابس المايسترو حكيم زياش. تخيلوا معايا هاد الوليد هذا اختار يلبس القميص ديال حكيم زياش. هذا شيء اللي هو جميل. حكيم زياش غادي تبارطاج هذه الصوره وغادي توصل له. اليوم كنسمعوا بان اكيد امر من المايسترو حكيم زياش لان متابعه هذا اللاعب هذا راه ماشي غير قبط وقالها البارح ياسين بونو. البارح ياسين بونو خرج مع واحد الاخ اللي هو الاسم ديالو رفيق، على ما اظن رفيق يمكن بحال هكا، رفيق لايف ولا بحال هكا، رفيق لايف ولا المهم السميه ديالو بحال هكا توفيق ولا رفيق لايف ولا بحال هكا. كيدير لايفات او عفوا كيدير فيديوهات على القناه ديالو وكيستضيف لان مجموعه ديال اللعابه مؤخرا وليت كنشوفو كيدير برامج كيتلاقى او كيلقى مجموعه ديال الدراري الصغار شباب اللي هما كيلعبوا كره، منهم كبار منهم ياسين بونو منهم مجموعه ديال اللعابه اللي دار معاهم انترفيوات واللي انترفيوات كيوصل الرساله او كيوصل حتى بعد المعاناه اللي كيعيشوا منها او اللي كيدوزوا منها واحد العدد كبير ديال مثلا واحد العدد كبير كيدوزوا منها ديال اللعابه من بعد ما كيولي لاعب كبير. اكيد اصدقائي خصكم تعرفوا واحد النقطه مهمه وبزاف هو اللي ان حكيم زياش البارح بوفال يعني البارح عفوا ياسين بونو قال في واحد النقطه مهمه، قال بان هذا السيد حكيم زياش راه المغاربه وقال له الشعب المغربي دابا تلقى جول حارس ياسين بونو راه ماشي غنهضروا على كنهضروا على لاعب حارس ديال المنتخب المغربي حاليا. قال لهم راه ما يمكنش نهضروا على حكيم زياش ونكونوا كنهضروا على واحد الشخص اللي هو عادي، راه حنا كنهضروا على واحد الشخص اللي هو من طبيعه الحال لاعب كبير. قال له ما كاينش شي مغربي لان الاصدقاء وهذا الحقيقه ما كاينش شي مغربي اللي كيقول له بان ما كيبغيش هذا السيد. تخيلوا معايا راه ما كاينش شي مغربي متتبعين الكرام اللي ما كيبغيش حكيم زياش. تمشي للشارع المغربي محب يعني المغاربه وكامل شوف باش نكونوا واضحين عنده كيحبوه اكثر من وليد الركراكي. غنقول لكم واقيلا واحد النقطه اكثر من اي واحد
كما بغى يكون، ماشي كنطيح منهم، ولكن الحقيقه كنقولوها، هذه الحقيقه يجب علينا نقولوها كما هي. يعني هذا السيد هذا محبوب والعالم كامل كيعرف بان هذا السيد هذا، وكل شيء كيبغي هذا السيد. زعما صراحه الاخوان والاخوات بيني وبينكم خاصو يكون في المنتخب المغربي، خاصو يكون على راس المنتخب. واش هذا الشيء غيكون الايام الجايه او ما غيكونش؟ نتمناو ان شاء الله بحول الله نشوفوا ماذا يقع متتبعينا الكرام. غير هو حاجه وحده اللي كننتظروها، والايام القليله، يعني الايام القليله نتمناو ان شاء الله بحول الله نشوفوا ماذا يقع. لان اهم حاجه واللي كننتظرها الاخوان والاخوات، اهم حاجه اللي كننتظرها هو لان نشوف حكيم زياش على راس المنتخب المغربي. هذا هو الاشياء اللي باغيين. وهذا السيد المغاربه كلهم كيحبوه بصغير وكبير، ما كرهوش لان يشوفوا حكيم زياش غير كاين في المنتخب. وانا كنت قلتها لكم مرارا وتكرارا، ما كرهوش لان واحد العدد كبير ديال المغاربه ما كرهوش لانهم يشوفوا حكيم زياش. باش نكونوا واضحين، ما كرهوش يشوفوا حكيم زياش لان فقط كاين غير في المنتخب المغربي. هي غير جالس، شتي يكون غير جالس والله العظيم الا اكيد اصدقائي الا غيكون شي حاجه اللي هي جميله ورائعه اكثر واكثر. اذا نحن ننتظر الايام القليله وغادي نشوفوا متتبعينا الكرام ماذا يقع. وشكرا لكم، ونتمنى لانكم تربطوا التعليقات وتخليوا لنا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم الجميله والرائعه متتبعينا الكرام. وحياكم الله جميعا داخل وخارج ارض الوطن. شكرا لكم الخوت، وتهلاو لي فراسكم باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر. التعليقات ديالكم والاراء ديالكم كيهمونا بخصوص الموضوع. مع السلامه، الى اللقاء. وكلنا من طبيعه الحال كلنا اخواني اخواتي مع المايسترو حكيم زياش والرجوع ديالو الى الفريق المنتخب المغربي في الايام القليله. هذا الشيء اللي كاين، وكلنا زياش انسان طيب، انسان طيب. ما نهضروش ما نبقاوش نقولوا نغطيو الشمس بالغربه. الحقيقه هي هذا الشيء اللي كاين الخوت. واللي مع حكيم زياش والرجوع ديالو يهبط للتعليقات. مع السلامه، الى اللقاء.